في الفيديو ده هقول لك ازاي تقدر تعمل صور احترافيه زي الصوره دي وزي الصوره دي باقل من نص دولار لكل صوره ومن غير ما تتحرك من بيتك، واللي هو عنصر مهم جدا لو انت عايز تعمل هويه لنفسك، عايز تعمل براند لنفسك، او لو انت عايز تشتغل كفريلانسر وعايز تحط صوره زي دي كفر ليك، او لو انت عايز تحط دي على الموقع بتاعك بتاع البراند الشخصي ليك. كل الحاجات دي هقول لك عليها في الفيديو ده. يلا بينا. ازيكم، معايا الاخبار؟ معاكم اسلام صلاح في قناه احنا بنتكلم عن كل ما هو متعلق بازاي تعمل اونلاين بزنس ناجح. فلو انت اول مره هنا ما تنساش تكسر زر اللايك واعمل سبسكرايب وتدوس على الجرس عشان ما يفوتكش كل جديد اول ما ينزل. طبعا قبل كده عشان تتصور صور احترافيه بالمنظر ده، لو جيت تشوف الاسعار كانت ممكن تكلفك قد ايه. زي ما انتم شايفين السعر كان ممكن يبقى معاك من اول $30 لحد $1200 على حسب طبعا قوه اللي بيصور وعلى حسب المكان اللي انت بتصور فيه. ده غير طبعا بقى ان انت هتعوز تبقى حالق ومظبط الدنيا وتروح مكان بروفيشنال جدا وتستنى لحد ما الشمس تتعامد على منتصف السماء، وبعد كده يكون الشمس مش ضاربه في وشك قوي عشان عينيك ما تقفلش وما تكونش برضو ضاربه في قفاك عشان ما تعميش الكاميرا، الى اخره من الحاجات المعقده اللي كانت بتخليني انا شخصيا اتقفل كتير جدا من التصوير. لكن احد اكبر المميزات اللي انا شفتها الصراحه في الاونه الاخيره بفضل الذكاء الاصطناعي طبعا هي ان حاجه زي دي انت ممكن تعملها وانت قاعد في بيتك بمجرد ما انت تشوف الفيديو ده مباشره، ومش هتكلفك اكتر من نص دولار في الصوره. عشان تعمل الموضوع ده هتروح على هيد شوت برو، هتلاقيني سايب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن، وهتعمل ساين ان عادي جدا وهتعمل ام نيو هير ودخل الايميل اللي انت عايز تعمل ساين ان بيه. طبعا اسهل حاجه هي ان انت تسجل من خلال جوجل، ومجرد ما انت بتسجل بياخدك على طول على التعليمات اللي انت المفروض تعملها عشان تبتدي تعمل الصور بتاعتك. طبعا هو مش بيخترع الذره ولا اي حاجه، وكل الفكره بس ان انت بترفع له صور سيلفي خاصه بيك وهو بيطلع لك، بيفهم الصور دي وبعد كده بيطلع لك صور قريبه منها بقدر الامكان. مش لازم تصور له صور بروفيشنال خالص، انت ممكن تصور له صور كاجوال جدا. يعني على سبيل المثال مثلا هتلاقوا دي امثله لصور انا كنت مصورها قبل كده لنفسي عادي جدا، بس المهم ان ما يكونش الصور دي في حد معاك فيها، يعني تكون انت لوحدك في الصوره ويكون وشك باين جدا في الصوره. دي احد الحاجات اللي ممكن تطلع لو انت مصور نفسك مع حد تاني في الصوره. فلو جيت تبص على الاسعار بتاعته هتلاقي ان انت ممكن تاخد 120 صوره ب $39، يعني اللي هو حرفيا تقريبا حوالي 30 سنت لكل صوره. اي نعم مش كل الصور هتطلع حلوه، ممكن تلاقي في صور معاقه زي دي، بس برضه هتلاقي حاجات جامده جدا موجوده. شخصيا عشان انا بحتاج الصور دي جدا فانا رحت مع البريميوم اللي هو بيديني 240 صوره. انت ممكن بالنسبه لك لو انت مش عايز صور كتير تروح بس للسمول اللي هي بتديك 40 صوره ب $29. بتحاسب على الصور وبعد كده بتختار بقى الستايل اللي انت عايز الصور دي تطلع بيه. هتلاقي كل دي ستايلات انت ممكن تختار ما بينها. انت مثلا عايز تتصور وانت بره في الجنينه، عايز تتصور قدام مباني في الحديقه، وانت مثلا في المكتب بتاعك قدام شباك الى اخره. وهتلاقي بقى دي كلها ستايلات اللبس اللي انت ممكن تكون تبقى لابسها. يعني انا مثلا احد الصور اللي انا كنت عاملها كنت مختار وودز، وكنت مختار اللي هو البلاك تيرتل نيك. اما طلع لي الصوره اللي انتوا شايفينها دي واللي هي هتلاقي قريبه جدا من احد الصور اللي انا كنت واخدها في بالي، وهتلاقي برضو نفس الجبال اللي ورا ونفس طريقه مسكه السيلفي وكل حاجه. تعلم على الستايل اللي انت عايزه وتدوس على علامه البلاس دي فبيطلع لك الستايلات دي فوق، ومجرد ما انت بتخلص بيبعت لك ايميل بعد كده ان الصور بتاعتك جاهزه. الموضوع ممكن ياخد له ساعتين بس بتلاقي الصور كلها موجوده عندك زي ما انت شايف هنا، وبتلاقي ان انت الريزلت موجوده بتدوس عليها وتشوفها. بس خلي بالك عشان الصور دي بتتمسح بعد 30 يوم فنزلها عندك على الجهاز كلها الاول، وهتلاقي كل الصور موجوده زي اللي انتوا شايفينها دي. عيش بقى حياتك يا برنس زي ما انت عايز. بس كده شوف، ده كان نهايه الفيديو السريع اللي معانا النهارده. اكتب لي بقى انت ناوي تستعمل الصور دي في ايه؟ يا ترى انت كنت عايز تعمل لنفسك موقع خاص بيك وما كنتش عارف تحط عليه صور عامله ازاي، عايز تحط صوره ليك كبروفايل كفريلانسر، ايه اللي انت ناوي تعمله بالظبط بمجرد ما يبقى معاك الصور دي؟ اكتب لي تحت في الكومنتات. شكرا ليك واشوفكم الفيديو الجاي.